بص، سوق العمل مش لاقي تالنتس، عشان لو بتقولي من بعيد سوق العمل عنده تحدي كبير ان هو بيدور على تالنتس مش لاقي تالنتس، والتالنتس بتدور على شغل مش لاقي شغل، ففي كلير مس ماتش ما بين اللي سوق العمل اللي عايزه واللي الشباب بتدور عليه. شايف ان في تحدي كبير عند الشركات ان هي توظف، وفي تحدي كبير عند الشباب ان هي تتوظف. بس الاجابه العامه، وكنا لسه راجعين من ايفنت في افريقيا، كل سنه في من 10 12 مليون باحث عن العمل، وعدد الوظائف اللي موجوده 3 مليون بس كل سنه. فالجاب ضخمه ما بين فرص العمل والشباب اللي بيدوروا على العمل، ولكن عدد الباحثين عن العمل الاكفاء الكواليفايد جوب سيكرز ما يوصلوش ل 2 مليون باحث عن عمل في افريقيا. فده معناه ايه؟ ان عدد الفرص اكبر بكتير من عدد الناس المؤهله. فالاجابه اللي دايما بنحب نقولها للناس، لو انت بقيت كواليفايد هتلاقي شغل بسهوله. التحدي اللي عندنا ان الكواليفيكيشن جاب كبيره، فدور الشباب هنا ان هي تحاول تشتغل على نفسها قوي، ان هي تبقى كواليفايد وكومبتنت وتظهر ده للشركات، لان الشركات بتدور عليهم.